في مكان على الأرض مسموح لك فيه بكل حاجة إلا إنك تطلع منه حي. السر اللي استخبى ورا الجدران دي 50 سنة النهاردة بواباته اتفتحت، والحقيقة اللي طلعت من جوه أرعب بكتير من اللي كلنا سمعناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الراعي، ودي حلقة جديدة من قناة خط، القناة اللي بنمشي فيها على الخط الرفيع بين الحقيقة والغموض، وبنحكي الحكاية من أولها، مش بس إيه اللي حصل، لكن ليه وإزاي. حكايتنا النهاردة عن مكان اللي بيدخله مفقود واللي بيطلع منه مولود، سجن صدنايا. تخيل مكان صوتك فيه بيتخنق، اسمك بيتمحي، ووجودك بيدوب كأنك لم تكن. مكان مجهول للعالم، ما بيطلعش منه غير حكايات مبتورة ووشوش راجعة أشباح، عيون انطفى نورها، وأجسام مهدودة. ده مش خيال مؤلف، ده واقع حي. فوق تلة ساكتة قريبة من دمشق، محاطة بجبال صامتة، هي الوحيدة اللي شافت اللي حصل جوه. القصص المرعبة دايما بتبدأ بهدوء مريب. في السبعينات والثمانينات صدنايا كانت منطقة عادية، بيوت بسيطة وشجر أخضر. وفجأة الدبابات ظهرت، الأراضي اتصدرت، وبدأ الهمس. في وحش خرساني بيتبني فوق، حاجة محدش هيحب يشوفها. الأساسات طلعت جدران مسلحة، قلاع خرسانية، وأسوار بارتفاع 8 متر، متراقبة بكاميرات وأسلاك شائكة، وبوابات حديد صوت إفلاه بيرج التلة كلها. المكان اللي كان بيطل على القرى بقى كابوس رمادي، ملوش شبابيك ولا روح. رسميا قالوا سجن عسكري، بس دي كانت مجرد ستارة للي بيحصل في الكواليس. الممرات الضيقة اتفتحت، والزنازين مترين في مترين اتحجر فيها الآلاف. أول معتقل دخل، والسجن اتحول لكائن حي بيتغذى على وجع الناس، خصوصا المعارضين. في البداية كان للعساكر، بس الباب الحديد اتفتح وبلع الكل، طلاب، ناشطين، ومفكرين، وحتى متدينين. الأسباب كتير، والنهاية واحدة: تدخل من البوابة وتختفي من الدنيا كلها. في عهد بشار الهوا جوه بقى تقيل بريحة الموت. مفيش سؤال انت عملت ايه، السؤال كان هتستحمل قد ايه. الزنزانة هناك مش أوضة، دي تابوت عمودي، حيطان غرقانة عفن، وأرضية مليانة فران، و100 شخص في مكان ما يسعش 10 بيناموا واقفين، وبياكلوا فوتات عيش وسخ مرة في اليوم. الناجين بيحكوا أهوال، واحد منهم قال: الضرب بالكابلات والسياط كان يومي، التعذيب بالكهرباء والغرق في البراميل بقى روتيني. أما الفصل الرابع ده حكاية تانية: مدافن تحت الأرض متر في متر، اللي بيدخله بيودع الحياة. صرخات بالليل، وجثث بتترمي في الممرات، ومقابر جماعية سرية بلعت آلاف ملهمش ذنب. مفيش كاميرات، مفيش صحافة، والزيارة معجزة. الحقيقة اتجمعت من دموع الأهالي ووجع اللي خرجوا. برا السجن السنين بتعدي، وجواه اليوم بيتحسب بصوت صرخة اللي جنبك، أو باسم صاحبك اللي ما ندوش عليه تاني. صدنايا بقى المسلخ البشري، الكلمة اللي بتجمد الدم في العروق: اوعى توصل صدنايا. بس النهاردة الصورة اتغيرت. مع أحمد الشرع صدنايا اتفتح على مصراعيه، والحقيقة بدأت تخرج من تحت الأرض. البوابات اللي كانت مقفولة بالجنزير انكسرت، وفرق التحقيق دخلت الفصل الرابع، ولو أدوات التعذيب لسه شاهدة على اللي حصل. المقابر الجماعية بدأت تنطق، آلاف الجثث بدأت تطلع للنور، أهالي واقفين في المطر بيعرفوا ولادهم من حتة قماش أو خاتم. لحظات تكسر القلب بين انهيار وبكى سنين. شهادات الحراس بدأت تفضح المستور، ومستندات الشرع كشفت أوامر
الإبادة المباشرة. السجن النهاردة بقى موقع تذكاري، شاهد على اللي حصل علشان ما يتكررش. العائلات بتقول الصمت انكسر والجرح لسه بينزف، بس الحقيقة هي أول خطوة في الشفا. صدنايا مش هيفضل رمز للرعب، هيبقى رمز للعدالة والانتصار. إن الحكاية تتقال ده في حد ذاته أكبر انتصار. وفي النهاية، لو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك واشتراك وفعل الجرس، واستنى الخطوة الجاية.